الجمعيه تاسست في النطاق ديال ان السوق العالميه بدات تتعرف واحد التغييرات، ومن بين التغييرات هو المواد السامه لي ريزيدو اللي تيبقاو في الخضر وفي الفواكه وفي جميع الزراعات. دونك باش نحاولوا نحدوا من هذاك الاثار السلبي في هذوك الزراعات، يعني خاصنا الناس اللي غادي يكون عندهم محل الكفاءه باش يقوم بعمليه ترشيد المبيد للفلاح اللي غادي يوصل ليه في الاخير. دونك هنا جات الفكره ديال الجمعيه على اساس تنظم القطاع اللي كان قطاع عشوائي في ظل واحد القانون اللي كان قديم سميتو 42/95، ولكن للاسف ما كانش خارج حيز التنفيذ واخا مصادق عليه في قبه البرلمان. دارت الجمعيه خرج قانون اخر اللي هو 34/18 هو اللي دابا غادي يولي ساري المفعول ديالو. هذا القانون بحال جاب واحد التعديلات اللي ما كانتش في القانون القديم، ومن بينها هو انه لقات اللونسا مكتب السلامه الصحيه قام باحصاء اي بائع ديال المواد الفلاحيه، وبان هذوك اللي محصيين لحد الان ما عندش الحق شي واحد مثلا كانت من قبل اللي بغى يحل شي محل يحلو، واللي بغى يزاول المهنه تيزاولها سهله. لا دابا خاص ضروري الاسم ديالو يكون طالع وتكون موفره فيه شروط الحمايه في المحل ديالو والشروط اللي طالبها لونسا. عاد يمكن ليه يطلع في واحد الروجيستر، هذاك الروجيستر تيطلع في اللائحه في السيت ديال الموقع ديال لونسا. لي فورنيسور اللي تيجيبوا الادويه من على برا ما عندوش الحق يحط لشي واحد ما داخلش في لا ليست. بهذه الطريقه هذه يعني تتولي عندنا لا تراسابيليتي، يعني تيولي عندنا البرودوي مراقب من الفوق. ملي تيدخل الديوانه تيتكونترولا لعند سميتو الموزع اللي هما الشركات، عاد تيهبط لعند لو روفوندور بجميع الصفات ديالو. وعاد دابا جايه الطريق راه بداو من المنطقه ديال اكادير. الفلاح حتى هو اللي هو اخر سلسله في هذا المسار كامل، حتى هو غادي يولي متابع وعنده واحد السجل باش يعرفوا شنو هو الادويه اللي استعمل وفاش من زراعه فاش استعملها واش من وقيته فاش استعملها، واش هذا البرودوي واش مرخص ولا غير مرخص. المشاركه ديالنا في المعرض بالدرجه الاولى في ظل التقلبات المناخيه التي عرفها العالم، وفي ظل والمخطط اللي دار وزاره الفلاحه ديال 1,000,000 أونص هكتار اللي خاصها تقام بالطريقه ديال الزرع المباشر. كلنا تنعرفوا بان الفوائد ديال الزرع المباشر هو نقص علينا شويه ديال الاستهلاك ديال الماء، دونك لان هي فلاحه اللي غادا تكون تطلع باقل تكلفه وما غاديش تخسر لنا الفرشه ديال الارض. يعني الجمعيه مادام فيها اطور وفيها بزاف ديال المهنيين ديما تستغل الفرص على اساس انها دير تكوينات ودير عروض وتتساهم في المواضيع الانيه. من بينها اليوم استغلينا الفرصه ودرنا مع مكتب السلامه الصحيه المركزيه في الرباط، جاوا لعندنا وشرحوا القانون الجديد ديال المبيدات الفلاحيه، وشرحوا القانون ديال المواد اللي كانت مسحوبه من السوق بانها تتسحب وغادي تنتسناو بان غادي يدخلوا البديل ديالها، وطمئنوا الفلاح على اساس ان راه كاين البديل غادي يكون من هنا لقدام، وباننا خاصنا نتبعوا السوق العالميه. هذه الاولى. ثاني حاجه كاينه بعدا ورشه اخرى عاوتاني عندنا اللي عندها علاقه بالحبوب، اللي هو تنظيم واحد اللقاء غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الزرع المباشر اللي غادي نقوم به الجمعيه ديال المغربيه الفلاحيه للمداخلات الفلاحيه أومبريا بشراكه مع الجمعيه الفلاحيه للفلاحه المستدامه بالغرب وبالشراكه اخرى عاوتاني مع الجمعيه ديال البركه اللي فيها الفلاحين اللي تيديروا هما اللي تيقوموا بعمليه الزرع المباشر من 2014 ولا 2016 وبالتنسيق مع اليه المثمر. السيد الرئيس، منذ التأسيس ديال الجمعيه الى يومنا هذا ماذا تحقق وماذا لم يتحقق؟ اي حقوق تتحقق ان شاء الله؟ انا باش نكون واضح معاك اللي يتحقق هو لم الشمل ديال الباعه، هذه بالدرجه الاولى. الناس ولاو تعرفوا بان كاين واحد المكتب السلامه الصحيه من خلال المناقشات ديالنا والاجتماعات ديالنا والمجموعات ديال الواتساب، ولينا تعرفوا بان راه كاين واحد المؤسسه اللي بغات تنظم واحد القانون. وفي اي قطاع كيكون القطاع المبيدات كيكون اي قطاع لا بغى يمشي يزيد لقدام راه خاصو يكون خضع للقوانين. دونك هنا الباعه عرفوا بان راه كاين شي حاجه ما بقاتش الفوضى. باقين بعض المشاكل اللي كاينين منهم البيع في الاسواق، لان البيع في الاسواق ما تتوفر لا على شروط صحيه لا على شروط ديال السلامه بالنسبه لهذاك، لا ضمانه ديال المنتوج اللي تيتباع السوق، لا تا لو ريسك اللي كاين في السوق ديال هذوك الناس. ما تتعرف البرودوي جديد ولا قديم ولا بيريمي ولا مزور ولا المصدر ديالو فين هو، لان ما تتكونش عندك لا تراسابيليتي. دونك بحال تتبان لي بحال غير هذه النقطه اللي باقا. اما النطاق الاخر اللي كاين
كاين القانون راه شرح بان الناس اللي ما عندهمش الكفاءات وما عندهمش دبلومات تكون واحد الشهاده فرديه. هذيك الشهاده فرديه غادي نتفقوا عليها باش يدار لها واحد المسار والشروط ديالها خاصه، ومن خلال هذوك الشروط غادي يتم عمليه التكوين باش الادلاء بواحد الشهاده اللي هي محدده عبر الزمان. يعني ماشي شهاده نعطيها لك افي، واحد الشهاده تقدر تخدم بها واحد المده ديال عامين وخاصك ترونوفليها، ولكن في ظرف هذيك العامين مثلا المده انا غير هضرت عليها، ولكن هذه المده غادي تقررها لونسا. هذه الظرفيه في هذه العامين الا كنتي درت شي مخالفات ولا شي حاجه تتحمل منك الرخصه، والشركات من الفوق تيحبسوا عليك حتى هما باش يعطيوك الادويه ديالهم. على بال ديال الشراكات اللي كنا درنا للاسف بدينا حنا في كورونا منعت لنا بزاف الحوايج. دابا جمعت التغييرات الحكوميه اللي دابا بحرا يلا بدينا تنعقبوا تنديروا لا ميزاجور، وغالبا تكون شراكات.